الله وبركاته. قلنا في فترات كثيرة جدا ومرات متكررة أن الرياضة تفرق كثيرا جدا في حالتنا النفسية، تساعدنا على شعور بالسعادة والتخلص من التوتر، وبوجه عام تساعدنا حتى على النوم والأكل بشكل أفضل. عايزين نتكلم في الموضوع ده أكثر من وجهة النفسية. اتكلمنا عليه عن الوجهة الرياضية، هنتكلم عليه عن الوجهة النفسية اللي بيحصل بالظبط علشان تستطيع الرياضة ان هي تحقق لنا هذه الميزات الأساسية والضرورية جدا في وقتنا الراهن. ضيفتي اللي هتجاوب على كل أسئلتنا النهارده الأستاذة الدكتورة صفاء محمود حمودة، أستاذ مساعد الطب النفسي بجامعة الأزهر. أهلا بك ورانا. اهلا بحضرتك والساده المشاهدين. يعني ايه صحة نفسية الأول؟ الصحه النفسيه هو اداء الشخص انه يكون الاداء جيد في جميع بقى الاجزاء، يعني في الجزء العملي بتاعه شغله ووظيفته، في الجزء الحياتي بتاعه وعلاقاته مع الاخرين ومع الناس وفي محيطه، وفي الجزء الثالث دراسته لو كان بيدرس، فان جميع الاجزاء تبقى متناسبه وانها بتعمل في تناظم يعني تناغم ونظام علشان يوصل لاهدافه ويقدر يحققها. من وجهة نظرك ايه أخبار الصحة النفسية عند المصريين؟ احنا هنقول ان دلوقتي في ستريسز او في ضغوط حاصله على جميع، يعني مش المصريين بس الحقيقه، ولكن الضغوط الاقتصاديه اللي حاصله على مستوى العالم وضغوط الحروب اللي بتحصل، الكوارث الطبيعيه اللي بقت اكتر الفتره دي، إيقاع الحياة كمان. ايقاع الحياه، التغيرات المناخيه، كل الظروف دي بتجتمع ويعني وتتكاتف كلها علشان تاثر على الصحه النفسيه لمعظم الاشخاص اللي موجودين. احنا لما بنتكلم بنلاقي فئة الأطفال، فئة الرجال، فئة النساء، وفئة الشباب وفئة كبار السن. هل الأسباب اللي بتؤدي لضغوط نفسية عنيفة تؤثر على صحتهم النفسية واحدة، ولا كل مجموعة عندها حاجات إضافية خاصة بيها؟ كل سن وليه تحدياته طبعا. فلو الاطفال هيبقى مشكلتهم الاساسيه المدرسه والدراسه والتنظيم، يعني تنظيم النوم، وقت البلاي ستيشن اللي ما بياخدوش كفايه، كل دي تعرض بيشوفها. للتنمر أحيانا. التعرض للتنمر طبعا، علاقاته لو مش عارف يعمل اصدقاء، في رهاب اجتماعي بالنسبه له، ما فيش صداقات في المدرسه. الضغط شديد من الأهل. بالظبط، في حاجات كتير قوي الاطفال الحقيقه بيتعرضوا لها ممكن تاثر على صحتهم النفسيه، ولكن غالبا ما بيبقاش الجزء الاقتصادي واضح قوي، هيبقى موجود معاهم برضو، لان ده بيأثر على الكماليات اللي هم شايفينها طول الوقت على السوشيال ميديا وعايزين يشتروها، والاعلانات اللي بتتعرض عليهم طول الوقت، احنا كلنا بنقارن بعض دلوقتي للاسف، بنقارن عندي ايه وانت عندك ايه وفلان عنده ايه، وليه ما حصلش على الحاجه دي بسهوله، فابتدى يبقى في برضو الجزء الضاغط، ده ضاغط نفسيا، الجزء المادي ضاغط نفسيا على الاطفال. لو اتنقلنا المراهقين هيبقى بقى مشكله الهرمونات والتغيرات الهرمونيه تاثر على الصحه النفسيه، خروجه من طور الطفوله لطور الشباب، احساسه بذاته وثقته بنفسه، صوره الذات، كل الحاجات دي بتتاثر وتؤثر على الصحه النفسيه، علاقاته العاطفيه وعلاقاته مع الاصدقاء وعلاقاته زي ما قلنا بالجنس الاخر، والاحباطات العاطفيه اللي بيقابلها، الاهل وعدم تفهمهم لاحتياجاته النفسيه كمراهق، واصطدامه المتكرر بيهم، ورغباته بقى في انه يقعد في الشارع مع اصحابه للساعه 2 الصبح و3، وان ناخد حريه زيهم واسافر، والحاجات دي كلها والقيود اللي ابتدى يرفضها، دي كلها تؤثر على صحته النفسيه. الاكبر احنا بقى بنتكلم كده على المراهق بشكل مطلق بوصفه ولد أو بنت؟ طبعا بوصف ولد او بنت الاثنين، لان حتى البنات مهما كان الاهل حاطين حدود هي عايز تعدي الحدود دي، وان كان البنات حدودها اكتر بتبقى في اللبس، في الميك اب، في الاكسسوارز، بتبقى عايزه يعني تعدي القيود محطوطه على حاجات معينه وهي عايزه تكسرها، مختلفه عن الولد اللي عايز يقعد في يعني في الشارع لوقت اطول، يلعب اكتر، يسافر اكتر. بالظبط، فهي يعني الاثنين قريبين. الرجال والنساء، هل المسألة لها علاقة بكون الرجل رجلا والمرأة امرأة، ولا بكونهم بيتحملوا المسؤولية في مرحلة الحياة الوسيطة ما قبل كبر السن وما بعد الشباب؟ هو هنا الاثنين المفروض انه بيختلفوا، صحتهم النفسيه بتختلف، لان السيدات عندها دوره هرمونيه شهريه تؤثر على مزاجها وعلى اندفاعيتها او نشاطها وعلى حماسها وعلى انطلاقها وعلى حاجات كتير قوي، يختلف عن الراجل اللي غالبا مستوى
هرموناته بيكون ثابت معظم الشهر او معظم السنه كمان، فاحنا بنلاقي ان هو مستوى مزاجه ثابت، يعني العنف والاندفاعيه والتغيرات التقلبات المزاجيه الحزينه اللي بتبقى عند السيدات ده مش موجود في الرجال. فالمفروض ان هم او الافضل ان هو صحتهم النفسيه تكون اكثر انتظام، ولكن تمام. بقى كله بيتعرض للضغوط. اذا كان علاقه عاطفيه فشلت هنا او هنا، اذا كان في ارتباط وزواج ومشاكل الزواج والتواصل مع الطرف الاخر، اذا كان في اعباء ماديه طبعا بيتحملها الرجل اكثر في بعض البيوت، لان في بيوت كتير بتقوم على المشاركه الكامله في المصاريف، او حتى ان الست بتشيل الدور كله وبتقوم هي بالصرف على المنزل. فما بقتش مشكله خاصه بالرجل بالظبط، دلوقتي. ما بقتش للاسف مشكله خاصه بالرجل لوحده. الاولاد وتربيه الاولاد وكل التفاصيل دي حاجات بتضغط على السيدات وعلى الرجال كمان الحقيقه، في لو كانوا انفولفد او كانوا مشاركين في التربيه. دي كلها اشياء بتبتدي تاثر على الصحه النفسيه للاشخاص. التقدم في السن هل يزعج الرجال كما يزعج النساء ولا لا؟ اه طبعا يزعج الرجال زي ما بيزعج النساء. النساء هيزعجها اكتر في شكلها وملامحها والتغيرات الهرمونيه اللي بتحصل، فتحسسها بفقد الانوثه مع سن اليأس او انقطاع الدوره. قليل الامل. سن الامل، تمام. قليل الامل. نخليه الامل. فالتغيرات الهرمونيه دي بتاثر على السيدات بصوره ما، ولكن الرجال هيبقى التاثير مختلف في انه بيبتدي يشعر ان ده سن غالبا على الستينات مثلا يبتدي يخرج معاش، يبتدي يبص او حتى في اخر الخمسينات يبص على حياته اللي فاتت ويبتدي يشوف انجازاته قدام عدم الانجازات، وايه الحاجات اللي فشل فيها وكان ممكن انفذها، ومين عمل ايه لاولاده وانا ما عملتش، ويبتدي يقارن نفسه بالاخرين ويبص على اللي فات كله ويعمل نظره اعاده تقييم تاني للي فات. فطبعا حتى التقدم في السن بيأثر على الرجال، خصوصا كمان لو كان في مشاكل صحيه بدأت تظهر. منتصف العمر. بالظبط، ازمه منتصف العمر اللي احنا بنقول عليها، انه ابتدى يشوف يدور على ان انا عملت ايه انجازات، ويقيم حياته اللي فاتت قدام اللي جاي، لان اللي فات مش قد اللي جاي، فيبتدي يقيم ده كله، يدخل فيه لخبطه. في بعض الناس بتبقى ثابته نفسيا جدا ويقدر يبص على اللي فات ويبقى راضي عن انجازاته وراضي عن حياته ويكمل في نفس الاتجاه، وفي البعض اللي بيصاب بالاكتئاب والاحباط بسبب انه ما كانش راضي عن كل اللي فات، وفي وقت التقييم ما عجبتوش النتيجه. طيب، في هذا الإطار الرياضة مكانها فين بالظبط؟ الرياضة الحقيقة مكانها موجود طول الوقت، من أول ما هم أطفال لغاية ما يوصل لكبار السن. طيب فوائدها إيه بالنسبة لكل مرحلة؟ لكل مرحلة في الأطفال الصغيرين هي بتحسن ثقته في نفسه، تساعده يعمل علاقات اجتماعية ويتعرف على الآخرين، بيخرج الطاقة والشحنة الانفعالية اللي عنده، في إنه خصوصا في أطفال حركيين جدا الفترة دي. الرياضة هتساعده إن هو يخرج الطاقة دي والحركة دي بصورة كويسة، فنلاقي إن هو يبتدي يبقى أهدى شويتين لما يقعد معانا أو يبقى في البيت، يبقى أهدى لأنه خرج الطاقة الكتيرة. كمان هتقلل وقت استعمال الموبايلات والتابلتس وكده والبلاي هيفضل ستيشن. إن هو يرتاح وينام بالظبط، رجع بدل ما نبقى قاعدين عليها. كمان احنا الوقت ده ضايع في التدريب وضايع في انه قاعد في النادي مع اصحابه بيلعب، فاحنا بالتالي شلنا الوقت ده بدل ما يبقى قاعد قدام الشاشه لوحده، وده بيزود العزله الاجتماعيه ويزود ضعف الثقه بالنفس ويعزله اكتر. لا، ده هو وجوده في النادي ولعبه الرياضه والحاجات دي بتبتدي تساعد اكتر على ان هو يقلل الوقت بقى التاني السلبي اللي احنا بنقول عليه. بيقولوا الاولاد المنتظمين، الاولاد والبنات طبعا المنتظمين في الرياضة أكلهم صحي أكتر، وبالتالي حالتهم الصحية بوجه عام فيما يتعلق بقى بمشاكل الجانك فود، الأنيميا والبدانة أقل. طبعا، خصوصا لو كانت الامهات بتهتم بقى بانها مع الجوع المستمر للطفل اللي بيلعب رياضه انها تمده بغذاء صحي، ولان كمان الكابتنز او المدربين بيشجعوا الاولاد وبيقعدوا معاهم وقت كل يوم في التدريب يشجعوهم على الاكل الصحي والنوم الكافي وهكذا. فحتى اوقات التدريب بتظبط، لو كان مثلا في اولاد بتعمل بطولات سباحه وكده، يبقى في اولاد تدريب الصبح بدري، ده بيظبط دوره النوم والاستيقاظ عند الاطفال دي، بيظبط الهرمونات النمو وتخليه يطلع بصوره اكمل واكثر كفاءه، فيأثر على صحته الجسديه كلها. توصيل الدم والاكسجين للمخ بيكون افضل، فنمو العقل بيكون افضل، وتركيزه بيكون احسن، ويعني بيتاثر على جميع المستويات. كمان لو دخل في مسابقات وابتدى يكسب ويعمل، ده بنقدر نعلمه فيها ازاي يحط اهداف، ازاي باستعمال الرياضه ان هو يرضى عن نفسه اكتر، ونحسن افراز الدوبامين. الرياضه بتحسن افراز الدوبامين وبتحسن المزاج من انه عمل مكافاه، والمكافاه عملنا النهارده ميداليه مثلا برونزيه، مره جايه اشد حيلي اكتر فاجيب ميداليه افضل وهكذا. والروح الرياضيه طبعا اللي احنا الرياضه بتدعمها ان احنا بنقدر يعني نقبل الخساره ونقبل الهزيمه واقبل الاحباطات الصغيره اللي بتحصل، علشان اقدر لما اخرج للحياه اواجه الاحباطات الاكبر. طيب، ده لو الطفل ولد او بنت موهوب رياضيا، ماذا لو لم يكن موهوبا رياضيا؟
بيحب يرسم، يغني، يعمل اي حاجه تانية، برضو لازم الرياضه تستمر معاه ولا ممكن يكتفي بالهوايات الاخرى؟ الهوايات الاخرى دي هوايات ليها وليست مكانها. رياضه. ليها ليها مكانها مكانها. تتعمل، ما فيش مشكله، مم. ولكن يعني في الرياضه المربع اللي جنب بتاع الرياضه، لكن بالظبط. مربع الرياضه الرياضه رياضه بدنيه. موجود ملوش حل. اه بالظبط، هي رياضه بدنيه، فمحتاجين انها تتنفذ بصوره انها رياضه مم. بدنيه. حتى لو هيشارك في زي فريق جري، مش لازم تكون رياضه احترافيه زي كره القدم مثلا، مم. زي الهاندبول مثلا او كره اليد، لكن ممكن يتعلم نعلمه بس سباحه مثلا. مش لازم ياخد فيها بطولات، ولكن قدرته على انه يمارس الرياضه يبقى موجود وسط مجموعه يلتزم وينظم نفسه بالتعليمات. ويبقى عنده توافق حركي وكل بالظبط، الكلام ده. يتعلم يلتزم بالتعليمات الكابتن، ويتعلم يحافظ على دوره وينتظر دوره، وكل الاشياء اللي يعني النفسيه اللي بتتبني من خلال ممارسته للرياضه في الصغر. احيانا الاب والام بيضغطوا على اولادهم في ممارسه الرياضه، ويتحول الموضوع لنوع من انواع الاجهاد المستمر. هم مطالبين بتحقيق نتائج كبيره جدا في المدرسه وفي الرياضه، فالاولاد مش بيلحقوا ياخدوا نفسهم. نعمل ايه علشان كأب وأم ما نحولش الرياضة اللي هي المفروض تبقى البونبونة في حياة الطفل، الحاجة اللي بتديله الاسترخاء والسعادة وتظبط له هرموناته، الحاجة اللي بتضغط عليه أكتر؟ بالظبط كده، دي نقطة مهمة جدا. أهالي كتير بتعتبر الرياضة دي مسألة حياة أو موت. يعني احنا مدخلين الطفل أصلا علشان نعلمه الروح الرياضية، وإن أنت ممكن تكسب وتخسر وتتقبل الهزيمة وتبارك لصاحبك لما يكسب، لكن هم بياخدوا الموضوع على كرامتهم قوي لو لا، الولد ويتخانقوا مع فشل. المدرب ويتخانقوا ومع وضغط اللاعب بقى على الولد، التاني وانت فاشل اصلا، واحنا قلنا ان انت فاشل ومش هتفلح، وضغط نفسي رهيب، ويحولوها لستريس اكتر من اللازم. بعض الاهالي بيكون ده حلمهم اصلا، هم ياخد بطوله وما قدرش يحقق الحلم، فبيضغط على ابنه عشان يحقق له الحلم ده. بعض الاهالي بيشوف ان ده واجبي كأب، ان انا لازم اضغط على ابني لغايه ما يبقى بطل رياضي واشطر واحد في المدرسه وافضل واحد في كل حاجه. وده الحقيقه حاجه مش واقعيه وهدف مش واقعي، ان انا اطلب ان ابني يبقى الافضل طول الوقت في كل القطاعات، ولكن مم. جزء بيشيل جزء. ما ينفعش يبقى اشطر واحد في المدرسه وفي نفس الوقت اشطر واحد في الرياضه، وفي نفس الوقت اكتر واحد ظريف ودمه خفيف وبيخرج مع اصحابه. مش هينفع، الوقت مش هيكفي كل الحاجات دي. مم. ولكن احنا لازم نرتب اولوياتنا مع الطفل، ونقدر ان احنا نوصل لحل وسط من غير ما نحول الرياضه لضاغط نفسي وستريس. في ولاد كتير جدا بعد ما وصلت لبطولات وقفت خالص، وبقت الاهل بتضغط ومنهاره، واقنعيه بقى ان هو ينزل التدريب تاني. خلينا ندخل على منطقة المراهقة، لأن ده غالبا بيحصل في منطقة المراهقة، منطقة عاصفة جدا في تاريخ وعمر الطفل. وبتبقى البنت مش عايزة تبقى رياضية، هي عايزة تبقى حلوة. الوقت اللي مخصص الرياضة هي عايزة تقضيه في ان هي تحط مانيكير وتعمل شعرها وما الى ذلك، مش معنية بهذا الحوار. الولد بيبقى عايز يقعد مع اصحابه ومش عايز يروح التمرين ويشقى، لا هو يفضل ان هو يقعد مع اصحابه ويتكلم بس كده. احيانا الضغط الشديد العنيف من الاهل بيلاقى ب لا طب انا مش عايزه يا ابني انت حققت، لا انا مش عايزه، خلاص كفايه كده. محتاجين ان احنا يبقى هدفنا هو هدف ابننا، فاحنا مش انا اللي بزق عليه وهو عشان صغير مم. سامع الكلام فتمام، اول ما اعوده هيشد ويقدر يقول لي لا، هيقول لي لا ويمشي ويسيب التدريب. مهم. لكن محتاجين يبقى التدريب ده زي ما هو هدفي ان انا عايزاك تبقى بطل سباحه، هو كمان عايز يبقى بطل سباحه. هو حابب ده. بالظبط، مم. هو كمان متبني وجهه النظر دي. يعني احنا بنسمع ان محمد صلاح مثلا كان بيسافر وهو مراهق من بلده لغايه النادي علشان يلعب ويرجع يوميا، ويتدرب ويرجع يوميا. فده معناها ان احنا محتاجين مم. الولاد يبقى الهدف واحد ونشجع علشان نتحرك فيه. طيب احنا للأسف هنطلع في فاصل سريع جدا ونرجع عشان نكمل كلامنا بشكل سريع برضو، انتظرونا. اهلا بكم مره اخرى. ما زالت ضيفتي الاستاذه الدكتوره صفاء محمود حموده، استاذ مساعد الطب النفسي بجامعه الازهر. واحنا قبل الفاصل كنا بنتكلم على ما قد يحدث في حال المراهق والمراهقه لكي يتحول بعد ان كان رياضيا محققا للبطولات لشخص رافض تماما لممارسه الرياضه ويبحث عن اشياء اخرى يقوم بها. احنا قلنا ان محتاجين
ان هو يبقى الهدف واحد بينه وبين اهله متفقين على نفس النقطه. ممكن نبتدي نتحول من الرياضات اللي بيشوفها ان دي رياضه اطفال خلاص، مثلا زي كان بيلعب كاراتيه خلاص حاسس ان دي كانت مرحله وانتهينا منها، انا جبت كام حزام وخلاص مش عايز تاني، فنبتدي نتوجه لرياضات اخرى، نجرب حاجات جديده للسن الاكبر زي الكيك بوكسنج مثلا، او اللي هي المصارعه والحاجات الاكبر. اللي هو يحس بيها، او تدعم ثقته في نفسه وتدعم احساسه بذاته انه كبر. ممكن ان هو حتى يتوجه الى ان احنا نبتدي ندخل الجيم نلعب، طبعا باشراف مدرب، لان حسب المراهقه سنه بقى قد ايه فيها او جسمه قد ايه، اذا كان يقدر يلعب ايه جوه الجيم، يشيل حديد ويعمل فورمه والكلام ده بالظبط. ونشجع بقى على انك هتعمل فورمه وهيبقى شكلك احسن، وده جزء هيساعدك اكتر ويزود ثقتك في نفسك. ولان زي ما حضرتك تفضلتي ان كل هدفهم الشكل دلوقتي، فاحنا هنشجع وناخد الرياضه من جزء، حتى لو هتعمل الشكل ده فدي حاجه كويسه هتدعم ثقتك في نفسك وهتبقى برضو بتمارس الرياضه. ومن منطلق الشكل برضو ممكن نتكلم مع الفتاه من حيث انه هي تظبط جسمها وتقدر تلبس اللي هي عايزاه. بالظبط. طيب، خرجنا من مرحلة المراهقة ودخلنا على الشباب. ايه أهمية الرياضة للشباب؟ عدد كبير من الشباب يقول لك أنا كنت رياضي وبعدين بطلت نظرا لأن ما فيش وقت. أنا مطالب إن أنا أشتغل شغلانة واتنين، ما عادش عندي وقت إن أنا أمارس الرياضة. هو احنا هنا محتاجين نظبط اللي عندوش وقت للرياضة ده، لأنه الصبح شغال وبالليل شغال وما عندوش وقت لأي حاجة أصلا، فهو مش عايش. انا بشوف ناس للاسف بيشتغل 6 ايام في الاسبوع الصبح وبالليل، ويقابل اسرته يوم الجمعه اللي هو اصلا بيقضيه نايم عشان يبدا تاني نفس السايكل. فللاسف الناس دي بتدخل في اكتئاب بسهوله جدا، لان هو مش عايش اصلا، لانه ما بيعملش حاجه غير الشغل، الصبح شغل وبالليل شغل، لا بيقابل اهله ولا بيخرج مع اصحابه ولا بيلعب رياضه. احنا الرياضه دي بقت اخر حاجه كمان، لان هو مش بيعمل اي حاجه من الانشطه البني ادم الطبيعي اللي هو محتاج يعملها، وانه مش عايش. فاحنا محتاجين نحاول نظبط ظروفنا على قد ما نقدر، ان حتى لو انا هقدر امارس الرياضه في صوره ان انا اتمشى، اركن العربيه مثلا بعيد او انزل من محطه بدري واتمشى شويه زياده، ان انا بدل ما استعمل الاسانسير اطلع السلم، ان انا امارس الرياضه حتى لو حاجه بسيطه 10 دقائق من 15 دقيقه يوميا جوه البيت. في ابلكيشنز كتير او تطبيقات كتير على الموبايل بتسمح بالورك اوت المنزلي ده في انواع جديده من الرياضه دلوقتي تمارس في المنزل بشكل كامل من غير اي ادوات، من غير معظمها من غير ادوات كمان، يعني حتى مش محتاجين اي ادوات، وبتحقق نتائج كبيره فعلا. فدي نقطه مهمه ان احنا بنوصل له ان لا، في اختيارات كتير. الرياضه هيكون ميزتها ان انت اللي شغال ال 24 ساعه دول مجهد، ولكن الرياضه هتفك عضلات جسمك المجهده جدا والمتوتره بسبب شده الشغل طول اليوم، هتحسن نومك، وهتحسن انك تفصل دماغك وانت داخل تنام، هتحسن الذاكره وهتحسن تركيزك، هتعلي الدوبامين وهتحسن الاسترس وهتحسن استجابتك للاسترس والضغط، هترفع التستوستيرون وتديك دافعيه اكتر لممارسه الحياه اصلا، انك يبقى عندك شغف زي ما بنقول، اللي بنلاقي ان هو داخل في بيرن اوت او احتراق ذاتي وابتدى يفقد الشغف لانه شغال طول الوقت في طاحونه وكل يوم روتين ثابت. فالرياضه ليها مميزات كتير هتطلع من خلال انك هتتواصل مع بعض الناس. لو انت لعبت ورك اوت ممكن انت وصاحبك نتفق ان احنا هنعمل ورك اوت كل يوم في نفس الميعاد مثلا، او نشيك على بعض لعبت او ما لعبتش وهكذا. ففي حاجات كتير الرياضه هتساعدنا ان احنا نحسن بيها جوده حياتنا للشباب اللي مطحونين في الشغل. طيب بالنسبه للنساء بقى، هنقول انه ما يمشي على الشباب يمشي على الرجال، اذا كنا بنتكلم على انه هم برضو بيشتغلوا كتير وما الى ذلك. خلينا نتكلم على النساء لان اعبائهم ليها صبغه اخرى. طبعا هي بتشتغل كلنا عارفين او بتدرس، بس عندها التزامات اخرى سواء في المنزل سواء مع الاولاد او ما الى ذلك. قالوا لنا انه ممارسه الاعمال المنزليه لا تعد من الرياضه. طيب نعمل ايه؟ من ضمن الحاجات غير الاعمال المنزليه انها بتتحرك فيها، هي ممكن ومهم جدا للسيدات، وانا برشح لهم ان احنا نعمل تمرينات اليوجا، لانها من الحاجات الظريفه اللي هتساعد السيدات اللي وراها مليون حاجه دي انها تعرف تتحكم في افكارها شويه وتسترخي تعرف تفصل دماغها. لان معظم السيدات اللي فاتحين بيوت او اللي هي يعني وبنفس الوقت بتشتغل، دماغها شغاله طول الوقت، بتنام بصعوبه، مش ما بتستمتعش باي حاجه بتعملها، حتى لو هي خارجه مع اصحابها فهي مخها في الاولاد اللي في البيت او اللي هترجع لهم بعد شويه او وراها مش عارفه ايه، ما بتعرفش تستمتع باللحظه. الاكل امتى ومش عارفه مين تمرين الساعه كام بالظبط. فاحنا محتاجين ان احنا نتعلم تمرين اليقظه اللي هو جزء من اليوجا بيتعمل، ان احنا نتعلم نفصل دماغنا الوقت، تمارين التنفس اللي تحسن الاكسجين الواصل لخلايا المخ، فبتبتدي تحسن الذاكره، لان كتير منهم بيشتكوا ان مفيش ذاكره نتيجه لحاجتين، نتيجه لان مفيش اكسجين واصل كفايه، ولان الاكل مش صحي، وكمان الذاكره بتكون متاثره بسبب التفكير الكتير، فالانتباه مش كفايه للحدث اللي بيحصل. فانا بفكر في 100 حاجه وحضرتك بتكلميني في حاجه انا
مش فاكره انك قلتي الكلام ده اصلا، لان انا ما كانش مخي معاكي وما سمعتكيش. كانت طالعه موضات خاصه بالايروبكس الاول، وبعدين بقت الزومبا دلوقتي. فكره انه يبقى في ممارسه للرياضه في البيت بس في موسيقى شغاله. دي فكره هايله، لانها هتحسن برضو السيروتونين، فترفع المزاج الاكتئابي اللي عندها، وتحسن النشاط بتاعها، تاثر على هترفع السيروتونين فتاثر على النوم. هتحس بثقه في نفسها لما تحس ان انا في صحه اقدر اعمل شغل البيت اللي كنت بعمله وانا تعبانه، فهتبتدي ثقتها في نفسها تبقى افضل، وصوره الذات تبقى افضل. لو قدرت تنزل طبعا تلعب في وسط مجموعه هيكون يبقى ده افضل، جميل. لان ده نظام داعم، وتحسن لكن ده لو علاقتها مش بالاخرين موجود. وهكذا. يبقى حتى لو في لكن لو البيت. مش موجود في البيت تمام. ازاي بقى نحفز انفسنا على القيام بالرياضه؟ يعني الخروج من مرحله الكسل دي قصه كبيره جدا، واحيانا بيبقى فيه مشاكل في الركب والظهر. احنا كمصريين صحتنا تعبانه بوجه عام، ما بناكلش كويس، وزننا بيزيد، بنتحرك غلط او ما بنتحركش خالص. فبالتالي بيبقى فكرة ان انا هقوم اعمل رياضة فرجلي توجعني فرقبتي فرقبتي فالحاجات الكتيرة دي مش كويسة خالص بالنسبة لنا. محتاجين نختار. دي الجزئية التانية. في الصيف الدنيا حر ورطوبة، وفي الشتاء الدنيا ساقعة عايزين نتكلفت ونتدفى. طب بقى هنمارس الرياضة امتى؟ طيب احنا لازم نبقى متفقين اولا ان احنا بنختار التدريبات المناسبه للحاله الصحيه. فلو في مشاكل في الركبه او في مشاكل في الظهر، احنا محتاجين نلجا لمتخصص يختار لنا ويساعدنا على اختيار التدريبات المناسبه عشان ما نعملش مشاكل اكبر. نقطه تانية مهمه، ان احنا لو هنقعد نسوف كده في كل حاجه بنعملها، اللي هو انا اما بقى اشتري يوجا مات او السجاده بتاعت اليوجا هبقى اقوم ابدا، اما اشتري مش عارفه الايه هبقى اقوم ابدا، اما يحصل مش عارفه ايه هبقى اقوم ابدا. طول ما احنا بنسوف وبنأخر الهدف كده وبنأخر الحركه على حاجات، هيبقى صعب جدا ان احنا نبدا. فده في اي حاجه الحقيقه في حياتنا. هذاكر لما ابقى اجيب لمبه كويسه وانور الاوضه كويس، هبقى مش عارفه اعمل ايه لما يحصل ايه، لما الجو يدفي هبقى اقوم العب رياضه، لما الجو يحرر هبقى يعني او يظبط شويه من الحر هقوم العب رياضه. فاحنا محتاجين نتحرك دلوقتي، ونتحرك على طول من غير ما نحط معوقات كتير. مش قادر اتحرك في البيت بره البيت، اتحرك حتى جوه البيت زي ما اتفقنا على التطبيقات اللي هي مجانيه، كتير منها قوي مجاني على الموبايلات، نقدر نتحرك فيها ونتحرك ببساطه. زي ما قلنا لو ما عنديش وقت خالص التطبيقات دي، وان كان 10 دقائق يوميا هيبقوا كفايه، ولكن على الاقل زي ما قلنا اركن العربيه بعيد واتحرك شويه، اتفق مع اصحابي يشجعوني ومع دايرتي الداعمه. في اهالي كتير الزوج وزوجه بيتفقوا ينزلوا سوا علشان نشجع بعض، او تنزل مع بنتها الجيم او ايا كان. جديدة عاطفية للاثنين. بالظبط. لانه غالبا احنا في حياتنا دي الزوج والزوجه ما بيلحقوش يشوفوا بعض الا لو شافوا بعض، فلان عايز وفلان بيعمل، انما الوقت اللي يقدروا يتكلموا ويضحكوا فيه مع بعض ده ما عادش موجود. بالظبط. فدي كلها يعني اختيارات وبدائل ممكن ان احنا نستعملها عشان نقدر نلعب رياضه ونمارسها، ما ناخدهاش على انها واجب، لان اول ما بناخدها على انها واجب انا لازم فنتقفل منها اوتوماتيكي. ولكن انا هعملها عشان انا حباها. عشان كده الزومبا والحاجات اللي فيها موسيقى دي بتبقى ظريفه، لان الموضوع كانه فري، ما فيهوش ستريس وما فيهوش 1 2 3 4 العد الضاغط ده. طيب خلينا نتكلم في جزئيه ثانيه كمان خاصه بالرياضه. زمان بشكل طبيعي كانت الناس بتمشي اكتر، ما كانش في اسانسيرات كتير، كانوا بيطلعوا سلالم، ما كانش في اجهزه كهربائيه كتير، كانوا بيعملوا الحاجات بايديهم، ما كانش في اجهزه تلفزيونات وديجيتس وحاجات زي كده، فكانوا بيبحثوا عن انشطه اخرى يعملوها. هل زماننا الحالي مع وجود كل هذه الكماليات الحقيقه اصبحت ضروريات، ده يخلينا نبحث عن الرياضة بشكل منظم، ولا نكتفي بما كان يقوم به الأجيال الأكبر سنا مننا؟ نبحث بشكل منظم يعني هم زمان كان نمط حياتهم في حركة، كل حاجة لازم تبذل فيها مجهود. دلوقتي احنا ما بنبذلش مجهود ده، احنا يبقى لازم نعمل وقت ثابت يوميا للرياضة. فأصبح الوقت اللي هم كانوا بيعملوه كده لماما في الحركة رايحين جايين، احنا بحاجه بقى ان احنا لا يعني نظبط امورنا. بالظبط. احنا محتاجين، ودي مشكله عندنا كلنا، ان احنا ما بنعرفش نحط بلان او ما بنعرفش نحط خطه ونمشي عليها. فدي نقطه اساسيه، لازم نتعلم ازاي نحط الخطه، اتعلم ازاي اوجد وقت عشان اقعد مع اهلي، اوجد وقت عشان العب رياضه، واوفر وقت، لان كلنا برضو بيبقى عندنا وقت، بس بنقول احنا تعبانين فاحنا هنقلب في الموبايل شويه دول على ما ساعه ساعتين على ما يبقى النوم يجي. في الوقت اللي ساعه ساعتين دول انا هقلب، انا ممكن 10 دقائق العب فيهم رياضه اسرع. بالظبط.
وجزء منهم هقعد مع ولادي وهتكلم معاهم واسال اخبارهم ايه، نتفرج على موفي سوا بدل او على فيلم سوا بدل ما انا قاعده بقلب في الموبايل لوحدي في الاوضه بحاول افصل دماغي. دي كلها اختيارات كتير متعدده ان احنا نظبط جوده ايامنا وجوده الوقت اللي احنا بنقضيه، بدل ما يبقى مجرد يوم بيخلص ونقلب ويجي يوم اللي بعده والايام بتجر بعضها وما بنعملش اي حاجه. خلينا نرجع تاني لقصة التوتر الشديد. هل من الوارد أنه التوترات الشديدة التي لا تجد مساحة للتفريغ تؤدي بنا لأمراض نفسية؟ طبعا التوتر الشديد بيؤدي لامراض نفسيه ويؤدي لامراض جسديه كمان وامراض مناعيه، بيؤدي لكل حاجه للاسف. لان التوتر ده عباره عن لخبطه او يعني هرمونات بتفرز بصوره مش منتظمه، فتبتدي تاثر على الكورتيزون وتاثر على الضغط وتركيز وتظبيط الضغط، فنلاقي ناس كتير عندها ضغط توتري عالي، وشباب صغيرين على فكره في اول العشرينات ضغط توتري. مجرد ما يبتدوا يتعالجوا من التوتر ده نبتدي نلاقي الضغط انتظم وبقى مناسب جدا والدنيا بقت منتظمه وهاديه. ناس كتير ممكن يجي لها من الضغط التوتري ده ان هيحصل نزيف في المخ. الامراض السكر من ضمن الامراض اللي ممكن تيجي بسبب التوتر، فيبقى سكر التوتري ده بيظهر بسهوله وما بيتظبطش كمان بالدواء. يعني لو خد انسولين او خد جرعه نلاقي دواء الدكتور الباطني عمال يحاول يظبط فيه السكر ده وما بيتظبطش، لان التوتر بيلخبط الدنيا. فمحتاجين ان احنا نعالج الاول التوتر وبعدين ساعتها يبقى السكر يتظبط. وكتير منهم مجرد ما بيتعالج من التوتر السكر بيتظبط لوحده اوتوماتيكي. الامراض المناعيه وهجمات الامراض المناعيه الشرسه لمرضى حتى الامراض المناعيه جزء كبير منها بسبب التوتر. حتى الامراض الجلديه كتير منها بيبقى بسبب التوتر. التوتر كامراض نفسيه طبعا بقى بيدخل في كل الامراض النفسيه اللي احنا متوقعينها، يعني ممكن يبقى التوتر ويصاحبه اكتئاب بعد كده. يعني يبقى في استعداد وبعدين التوتر يجي يبقى زي ما يقولوا كده خدش القشرة اللي قافلة عليه فيبتدي يتحرك المرض النفسي، ولا هو في حد ذاته التوتر ممكن يجيب المرض النفسي؟ ممكن الاثنين. اللي هيفرق بينهم فين؟ اللي هيفرق بينهم في ان لما التوتر يهدى خالص ويختفي والضغوط النفسيه اللي حاصله حوالين الشخص ده تختفي، يعني مثلا زي ضغوط زي خناقه مثلا مع جوزها او خناقه مع اخواتها قاعده بقالها شويه او حاله وفاه او ايا كان، لما الامور تنتظم هنشوف الشخص ده بعد كده عرف يكمل والدنيا رجعت كويسه لما شلنا الضغوط دي من عليه، ولا الجين كان تم تحفيزه ففضل مكمل في المرض النفسي ومحتاج يستمر على العلاج الدوائي بتاعه. الكلام ده يمشي على الانكزايتي او القلق، يمشي على الانسوميا اللي هو قله النوم، يمشي على كل الامراض النفسيه، يمشي على كل حاجه، وعلى الامراض العصبيه كمان. يعني الصداع التوتري مثلا من اشهر انواع الصداع المنتشره جدا بين الناس، ولكن هم ما بيدركوش ان ده صداع توتري او يفضلوا ياخدوا في مسكنات ومش بيروح للاسف، وبينام بالصداع ويقول هنام خلاص هصحى الصبح كويس، يصحى الصبح ما فيش شويه صغيرين او يصحى بيه، ما كانش الصداع شخصيا هو اللي بيصحيه بالظبط، ويكمل بيه بقيه اليوم كله الصداع. فده جزء مهم ان الناس تاخد بالها. المعده والقولون تدخل في اضطرابات الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي مربوط بصله وثيقه جدا بالجهاز العصبي، وكتير من المرضى بيقعدوا يكشفوا ويعملوا حتى منظار معده ومنظار قولون علشان يشوفوا ايه اسباب الالام الرهيبه دي، وبعض الدكاتره بتشخصهم بان هو جرثومه المعده وياخد الكورس كامل بتاع الدواء والجرثومه تختفي ولكن الالام موجوده لا تنتهي، وده كله بسبب ان ده توتر عصبي. وعشان كده في قولون العصبي من ضمن الامراض الشهيره اللي موجوده ومنتشره بسبب الاضطرابات النفسيه. طيب ستات بيشتكوا عادة من مفاصلهم وعظامهم انها بتوجعهم طول الوقت. في من السيدات اللي بيكون عندها مشكلة في الروماتيزم والروماتويد وما إلى ذلك، في من السيدات ما عندهمش هذه المشكلة لكن تظل التوتر. الآلام الموجودة في العظام والمفاصل، وأعتقد طلعوا لها اسم دلوقتي وأصبحت فايبروميالجيا. اسمها إيه؟ اعتقد انها اصبحت مرضا معترفا به. الفايبروميالجيا اللي هي مرض الالام المزمنه المستمره اللي مش عارفين سببها ايه. الرياضه قادره على حل المشكله؟ الرياضه قادره، والاسباب بتاعتها اصلا توتري، فاحنا محتاجين نعالج التوتر. والرياضه جزء من شغلها انها بترفع السيروتونين والدوبامين والتستوستيرون وترفع الهرمونات اللي تقلل التوتر فتحسن الالام. استاذه دكتوره صفاء محمود حموده، استاذ مساعد الطب النفسي بجامعه الازهر، شكرا جزيلا على وجودك معنا النهارده، نورتينا. شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، كل ما نعود الى الطبيعه، كل ما نمارس الانشطه وناكل بشكل صحي ونمارس الرياضه، كل ما تكون صحتنا احسن. لما تكون صحتنا احسن حتى لو ما كانتش هذه الاشياء بتحسن حالتنا النفسيه، لما نشوف نفسنا صحتنا كويسه وشكلنا كويس وقادرين نتحرك وما فيش حاجه بتوجعنا،
ده هيخلينا احسن على المستوى النفسي. فخلينا ناخد بالنا من نفسنا ومن الناس اللي احنا بنحبهم اكتر شويه من كده. بعد الفاصل زميلتي العزيزه جدا رباب السيد وضيفها، وحديث عن المصروفات الدراسيه في المدارس والجامعات وضوابطها، لان في بعض الاحيان بتخرج عن المقبول. فاصل ونعود.